حمدي يخرج بعد غياب ويصرح بحقيقة خروجه برا تركيا والسبب ايفنت. محمود وسحر يقعوا في نفس المأزق اللي وقع فيه حمدي والعيلة حوارات. تغير في طبيعة فيديوهات العيلة بالكامل، تأخير وعود، عدم تنفيذ الوعود. ايه الأحداث اللي حاصلة اليومين دول؟ هنتناقش فيها ان شاء الله معاكم في الفيديو ده بكل تفاصيلها واحداثها، ونعرض لكم اخر التطورات في موضوع العيلة وحوارات، وكمان الاسباب المقترحة. مش هنقول الاسباب اللي حاصلة بالفعل لان هي اسباب مقترحة لسبب الغياب وسبب خلف الوعود وكل ده. هنعرض لكم احداث يمكن لسه ما انعرضتش على ساحة السوشيال ميديا او ما تناقش فيها حد، وهنرد كمان على بعض الاخوة والاخوات اللي طلعوا واتكلموا في بعض النقط في خلال الاوقات اللي فاتت. تعالوا عشان ما نطولش عليكم نخش في تفاصيل الفيديو على طول. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الحبيب المصطفى أشرف الخلق سيدنا محمد، وعلى نهج الحق وكلمة الحق دائما مجتمعين ودائما مستمرين. بحبكم ودعمكم يا أحلى ناس في الدنيا وأحلى عيلة وأحلى سند. مش هقول بقى اشتركوا ولايكات عشان ما نطولش الفيديو، هنخش في تفاصيل الفيديو على طول. وطبعا دعمكم هو اللي بيفرق، واللايكات هي اللي بتنشر الفيديو. واحنا بقالنا فترة القناة عليها كمية إبلاغات كبيرة جدا من الناس اللي مش حابة نعرض الفيديوهات الجميلة والأخبار الحلوة وعايزة نعرض أخبار سيئة بس. فبقول إن بدعمكم انتم هو اللي هيوصلنا إن احنا دايما نقول كلمة الحق وكلمة الخير، ودايما نعرض لكم المحتوى اللي يليق بيكم واللي يكون دايما مفرح ليكم ويكون دايما خفيف على قلبكم إن شاء الله. في آخر الأوقات غياب تام للعيلة، يطلعوا بفيديو واحد من 3-4 أيام، فيديو واحد بالرغم من ان في ازيد من حوالي 5 أو 6 قنوات عندهم يغيبوا ويطلعوا فيديو واحد على قناة من ضمن القنوات، ولكن للأسف يكون الفيديو دون، يعني من رأيي الشخصي، دون المحتوى للتأخير. يعني المفروض ان اتأخرنا الوقت ده يبقى بنرتب لحدث فيديو ينزل يعمل ترند، ولازم يكون ترند لان العيلة مميزة ولها جمهور كبير جدا. فان الفيديو ينزل بعد غياب اول فيديو ينزل بعد غياب 3-4 ايام ما يبقاش ترند، يبقى لازم نقف هنا ونفكر شوية. ايه اللي بيحصل عند العيلة بترتب لحدث هوب فوق طرنا بره مصر وهو دي الترتيب، ومش عايزين يوصلوا ان المتابع يبقى عارف ايه الحدث اللي جاي زي ما قلنا قبل كده عفوا. ولا بقى في مفيش محتوى ينعمل، خلاص كل المحتويات انحرقت، ما بقاش في افكار جديدة. بس الواضح والاكيد ان حمدي طلع بفيديو اخير كده على انستجرام، وكان طالع معاه استاذ شريف، واللي كان بيتكلم فيه على ايفنت وهو راح حضره ووجه وسلط الضوء على ان هو حضره عشان خاطر الشخص ده، عشان خاطر هو دعاه وكان هو مميز واشد له الكلام من ده كله. وكان طبعا استاذ شريف له جمهوره برضه وله شخصيته المعروفة على ساحة السوشيال ميديا. بالرغم من ده اكيد ومليون في المية حمدي كان بيوصل رسالة لمتابعينه. طبعا في الايام الاخيرة حمدي وقع في نظر كتير من المتابعين بسبب وعوده الكتير وعدم تنفيذ اي حاجة من وعوده دي، وبالاخص كانت المفاجأة اللي كانت منتظرة اللي وقع بها جمهوره، والمفاجأة اللي كانت المفروض تهز ساحة السوشيال ميديا. بس في شيء غريب لازم ننتبه له. كل خطوة كان بياخدها أحمد حسن وزينة كان بياخد نفس الخطوة ديت، بس ممكن تبقى متأخرة شوية حمدي وزوجته، بدليل بعد ما سافر أحمد وزوجته برضو حمدي وزوجته سافروا بعد ما رجعوا، بس طبعا مع فروق بعض الحاجات. أحمد حسن وزينة اختفوا على ساحة السوشيال ميديا تماما. فهل يا ترى حمدي بيعمل عملية إخلاء للمنصة،
ولا زي ما هو قال ان في لنا شغل مختلف، اليوتيوب مش مستقبل، اليوتيوب مش مدى الحياة، مش عندنا ننشاف على طول. فبيشوف الاهم واللي هو المشروع اللي لازما هيقضي فيه حياته واللي هيكون سند لاولاده بعد كبر السن. ربنا يحفظ اولاده ويحفظه لاولاده. فالاكيد ومن وجهة نظر انا ان في مشروع حمدي بيجهز له، والمشروع واخد كل وقته، ده يمكن سبب في الاختفاء فترات كبيرة جدا تكاد تعدى 10 و15 يوم. بقى يطلع فيديوهات قصيرة كده ريلز على الانستجرام. فهل يا ترى الحدث يستدعي للدرجة دي؟ طبعا احنا في ناس كتير تقولوا انت مالكم، انتوا بتدخلوا في التفاصيل الشخصية ليه؟ بس لا، الموضوع مش كده. الموضوع ان دول يوتيوبرات بقوا مشهورين جدا ولهم جمهور كبير. طبعا الجمهورهم بيحب يطمن عليهم، واحنا طبعا من جمهورهم بيحب يطمن عليهم، يحب يعرف الاحداث، وده اللي اتعود منه المتابع في الفيديوهات والاحداث اللي دايره. فما ينفعش اليوتيوبر يقطع بمتابعينه فجأة كده. وفي فرق كمان ان احمد حسن وزينة توقفوا عن العمل بس قناتهم 8 مليون وعدت ال 8 مليون. حمدي هل يتوقف عن العمل وهو لسه 6 مليون والقنوات التانية لسه ما عدتش؟ احداث غريبة نوعا ما، بس الاكيد ان هو بيجهز لمشروع كبير جدا. والشكوك اللي دايرة دلوقتي ان العيلة كمان بدأت تختفي من على ساحة السوشيال ميديا اختفاء مؤقت تدريجيا بدون ما يوقعوا القنوات، ان كل فترة بيطلع فيديو علشان القناة ما تقعش الريتش بتاعها. وهو ده اللي واضح فعلا ان القنوات بدأ الريتش بتاعها يقل عن الاول، مش زي الاول كان ممكن الفيديو بيضرب بيعدي المليون، دلوقتي الفيديو ما بيعديش المليون، ولو عدى بيبقى بعد كام يوم. فهل يا ترى هما بيعملوا عملية تهدئة للوضع على السوشيال ميديا الى حين المفاجأة الكبيرة وهو خروجهم كلهم بره مصر؟ وده يكون مثلا على الصيف بعد انتهاء دراسة الاولاد، ولا ايه الاحداث؟ ده الاخبار اللي دايره. كمان الخبر الاكيد وهو رجوع ابو وفاء مصر، ودي اللي ما عرضوهوش لنا ان هو رجع مع محمد. ايه السبب اللي خلاهم مش راضيين يعرضوا الحدث ده ان محمد سافر معاه وان رجع معاه؟ لحد دلوقتي مش قادر استوعب الموضوع، مش قادر افهم ايه يعني ايه اللي يستدعي ان احنا نخبي خبر زي ده. بالعكس، ده المتابعين بيحبوا يعرفوا الاحداث بتاعتهم ويعرفوا اخبارهم. بس اللي واضح من الامر ان في بعض الترتيبات المختفية عن ساحة السوشيال ميديا. نيجي هنا لمحمود وسحر، وهل يا ترى هيقع في نفس الخطأ اللي وقع فيه حمدي بعد ما وعد المتابعين بحفلة سبوع جامدة جدا، حفلة سبوع تكون من اكبر الحفلات؟ هيقع في نفس الخطأ ومش هينفذ وعده هو كمان للمتابعين؟ بالرغم ان لو كل العيلة سافرت، بيتهيألي محمود مش مرجح ولا في تفكير الموضوع ده، بالرغم من ان هو قال كلمتين كده في فيديو من فيديوهاته ان هم هيسافروا بره مصر وهيتفسحوا كده. بالرغم من ده ان انا شايف محمود دايما دونا عن بقية افراد العيلة مش في دماغه السفر، مش مؤهل او عنده شغله هنا والتزاماته. فهل يا ترى هيقع في نفس الخطأ ان هو وعد المتابعين ومش هينفذ وعده مع المتابعين؟ ولا هل يا ترى كلها تجهيزات لحفلة كبيرة جدا تضم كل المفاجآت؟ كل ده في الايام اللي جاية هنعرفه. مش عايزين نسبق الاحداث ولا نكون متسرعين في ردود الافعال. عرضنا لكم الاحداث اللي حصلت في خلال الايام اللي فاتت سريعا ونتمنى نكون خفاف على قلوبكم، ونتمنى نكون بننقل لكم الاخبار والاحداث بطريقه مبسطه مفهومه. بعض الحاجات المخفيه اللي ممكن في بعض المتابعين ما بيتابعوش مثلا انستجرام، بنقول لهم خبر الانستجرام. الاحداث ماشيه كده يعني. والرد بقى في الاخر على الاخوه والاخوات اللي بيعرضوا اخبار للعيله، اخبار مش مظبوطه، وكان منهم الاخ العزيز احمد واللي عرض فرح حسن واسراء. احب اقول لك يا احمد انتبه، اسراء اتخطبت، فبلاش نبقى بنخوض في الاعراض بدون ما ناخد بالنا ولا يبقى عندنا وعي من اللي بنقوله. اسراء اتخطبت لحد تاني. الفيديو اللي انت عملته حتى عنوانه يعتبر عنوان مسيء لحد مش داخل العيلة ولا هم لهم علاقة بيه، لان الموضوع انتهى. فانتبه للاخبار الحصرية اللي بتنزل خوفا من الوقوع في الخطأ. ربنا يعافينا ويعافيكم من الوقوع في الخطأ.
سلامي لكل اخواتي وحبايبي، بحبكم في الله. دعمكم بقى هو اللي هيشجعنا ان احنا نكمل، وحتى لو ما شجعتناش احنا مكملين عشان خاطر جزء من حبايبنا الغاليين اللي دايما واقفين في ظهرنا وواقفين معانا. بحبكم في الله، انتظروا كل جديد. بعد الصلاة على الحبيب في الاول والاخر، قلوبنا وقلوبكم تطيب. انتظروا الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله تكون خفيفة على قلوبكم، ونعرض لكم كل الاخبار الحصرية اول باول.